طبعا كلنا شفنا فرانك كيسيه اللي قدر يكسب برشلونة الكلاسيكو الاخير قدام ريال مدريد، واللي سجل هدف في الوقت بدل الضايع واحتفل بالتحية العسكرية. يا ترى ايه سبب الاحتفال بالتحية العسكرية؟ هقول لكم. لو رجعنا ورا شوية هنلاقي ان فرانك كيسيه طبعا الايفواري هو كان مرتبط جدا بباباه، وباباه كان اتوفى سنة 2007. كان ساعتها هو لسه عنده 11 سنة وبيبتدي طريق الاحتراف بتاعه في ايطاليا، ومن ساعتها هو قرر ان هو يحتفل بالتحيه ديت تخليدا لذكرى والده. فرانك كيسيه اللي عنده دلوقتي 26 سنه، واحد يعتبر من احسن لعيبه العالم في خط النص، لكن ما بيلعبش بشكل مستمر مع برشلونه. الموسم دوت لعب 18 ماتش بس بعد ما كان مكسر الدنيا مع الميلان. فرانك كيسيه اللي طلع من كوت ديفوار على اتلانتا في ايطاليا، وابتدى بقى يتحرك شويه اعاره، شويه يرجع، شويه اعاره، شويه يرجع، لحد ما راح الميلان اعاره في موسم 2017، وتم الانتقال بعديها بموسم بشكل رسمي